البقلاوه الجزائريه. قد ما تذوقوا بقلاوات تاع الدول الاخرى بصح ماشي كيما البقلاوه الجزائريه. شوفوا تقعد مده طويله مقرمشه. وروحوا نمد لكم الوصفه اللي تجيكم ناجحه ومورقه وبنينه ومزيه، صورتها لكم لانه البارح لي ميساج ما حبوش يخلصوا. السنيوه تاع 34 على 30 نحتاج فيها 4 كيلات تاع الفارينه كيلت بهذاك البول تاع الشوربه تاع السوبيغ هذاك الصغير. نزيدو كيله تاع السمن ناقصه صبع تكون دايبه وبارده، وعندنا كيله تاع الماء مخلطه بالماء زهر وندير لها رشه تاع الملح، والماء يكون سخون. دوك نقول لكم علاش نحكموا السمن والفارينه ندخلوهم ملح في يدنا نبسوا الخليط، نزيدوا حبه تاع البيض ونخلطوهم ونديروا الماء ديالنا ونعجنوا. درنا الماء سخون باش العجينه تاعكم تجي ليس وما تجيش محببه لداخل. دوكا العجينه تاع البقلاوه تحب دليك دلكوها شويه، طموها حطوها في كيس تاع نيلون، خلوها تبات ليله كامله ولا ترتاح، ولازم ترتاح. نشكلها ونقسمها الى كويرات، من بعد كل وحده نديرها هكذا طويله ونديرها داخل كيس تاع النيلون باش ما تنشفش وما تقيسهاش الهواء. من بعد كل وحده نفتحها هكذا شويه وندير لا مايزينا بزاف. السر تاع التوراق كي تفتحوا العجينه تاعكم بلا مايزينا، ديروا المايزينا ما تشحوش، بين كل طبقه وطبقه ديروا لا مايزينا وخلوهم يرتاحوا شويه. اذا كنتوا حتحلوهم بالماشينه اقسموا كل وحده على 3 وفتحوها، من بعد شوفوا انا نفتحها رقيقه، من بعد نجوزها في الماشينه على رقم 9. اذا كنتوا حتفتحوها بيدكم كل وحده اقسموها على 2 وفتحوها رقيقه بيدكم، واذا فتحتوها بيدكم كثروا لا مايزينا كي تكونوا تفتحوا باش تجيكم مورقه. ندير 6 طبقات سنيوه ندهنها بالسمن، كل طبقه وطبقه ندهن بيناتهم في السمن ونحي الاطراف، والطبقه الاخيره اللي ندير فوقها لافاغس ما ندهنوهاش بالسمن اللي يكون دايب. استعملت كيلو تاع مكسرات، تحبوا كاوكاو اللوز ولا لوز وجوز. المكسرات كي ترحوهم تشوفوا الشكل تاعهم كشغل الحبات تاع الطعام. من بعد درت السكر وما تكثروش السكر، ديروا كيما انا راح تجيكم تهبل. ديروا السكر خدموه مع المكسرات، زيدوا الماء زهر وكشغل تفتلوا بيدكم، ونزيدوا 2 ملاعق كبار تاع المارغرين اللي نكونوا ذوبناها. هكذا راح تجيكم لافاغس تاعكم بزاف هايله. ودوكا نكملوا باقي الطبقات. الطبقات الفوقانيين راح ندير 7 طبقات، وكل بين طبقه وطبقه ندهن بالسمن، غير الطبقه اللي قبل الاخيره ما ندهنوهاش بالسمن، يعني الطبقه السادسه ما تدهنوهاش بالسمن، الطبقه السابعه ديروها شابه ومسقمه وحسبوا ودهنوها بالسمن. من بعد قسموها كيما تحبوا، انا قسمتها كيما راهي توندونس، درت 3 على 6 راح تجيكم هكا طويله. من بعد نقسموها وندخلوها طيب فرن مسخن من قبل، كي طيب وهي سخونه نعسلوها بعسيله بارده. درت لها كيلو تاع عسيله وعسلوها بعسيله اللي تخدم في الدار، راني دايره لكم الوصفه ماشي تاع برا باش ما تجيكمش تقهر. خلوها تبات ليله كامله باش تشرب مليح. من بعد ندير شويه عسيله وغلوكوز يسخنوا وندهنها باش تجي تلمع، ونلصق المكسرات بهذيك العسيله والغلوكوز. جربوا الوصفه. سلام.